ومما ينبغي علينا أن نعمله في هذه الأيام العشر لهو البعد عن المعاصي، البعد عن الذنوب، البعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. لا تتجرأ على معصية ربك في هذه الأيام العشر، فإنها أعظم أيام الدنيا عند الله. لا تكن عاصيا لربك عز وجل. لا تكن الأعمال الصالحة ترفع من أهل التقوى وترفع من أهل الصلاح وترفع من أهل الاستقامة وأنت تتبغض إلى الله بالمعاصي، وأنت تعصي ربك سبحانه وتعالى ليل ونهار. أي شقاء هذا ورب الكعبة أن يكون الناس في طاعات وفي قربات وفي صالحات وأنت تتبغض إلى ربك عز وجل بالمعاصي والذنوب. يا سبحان الله، كيف انتكست فطر كثير من الناس الذين يعصون ربهم عز وجل في مثل هذه الأيام وفي غيرها. لكن في هذه الأيام أشد ينبغي عليك أن تبتعد عن المعاصي والذنوب وأن تستغفر الله عز وجل من كل خطيئة. فيا من كنت من أهل الأغاني، يا من أشغلت سمعك وقلبك بسماع ما يغضب الله، تب إلى ربك عز وجل وابتعد عن هذه المعصية. هذه مزامير الشيطان، لا تتخذها بضاعة لك في سفرك هذا تأخذها معك إلى الآخرة. هذا ما هو من التوفيق، والله هذا ما هو من التوفيق. فابتعد عما يغضب الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وهذه نعم نتقلب فيها في هذه الأيام العشر، فيها الطاعات والصالحات ترفع إلى الله، وأنت تتبغض وتعمل مثل هذه المعاصي والذنوب. فابتعد عن الأغاني. وأنا ناصح لكل من كان قادما على الزواج أن لا يشغل الأغاني وأن لا يشغل نفسه بمثل هذا. والله ينبغي علينا أن نحذر من مثل هذا. لا يكون الناس في هذه العشر يقبلون على الله وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى الصدقات وعلى صلة الأرحام وعلى النفقات وأنت مغن وأنت رافع لمكبرات الصوت وأنت على السماعات. والله مصيبة تنزل في حقك وفي حق أهلك وفي حق زوجتك التي ستقدم عليك، لا تدري إلا وقد جاءت وهي على تلك الحال مصروعة بسبب الأغاني التي تفعلها. والله مما تضيق به الصدور أن ترى أيام عشر الأواخر من رمضان الناس مع مكبرات الصوت ومع الأغاني، وفي عشر ذي الحجة الناس مع مكبرات الصوت ومع الأغاني. يا سبحان الله، يا سبحان الله، مواسم عظيمة، مواسم قربات، نفحات ربانية يعرض الله عز وجل بها علينا، ونحن نعرض عليها ونعرض عنها ونذهب إلى بضاعة الشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى للشيطان الرجيم: عليه لعائن الله تترى. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أي استفززهم بالغناء فاجعلهم يرقصون ويغنون بمثل هذه الأغاني التي يبتعدون بها عن الله عز وجل وعن طريق الله. لا يجتمع حب طاعة الله وحب معصية الله في قلب عبد كما لا يجتمع الغنى والقرآن في قلب عبد أبدا. فإذا دخل الأول خرج الثاني. ما رأيك لو أخذك الله عز وجل وأنت على هذه المعصية؟ أترضى أن تلقى الله عز وجل وأنت عليها؟ والله وتالله لو غرغرت نفسك وأصابك ما يصيب كثيرا من الناس الذين تصيبهم من هذه النفرات وضيق الصدر، يوشك أن يموت أحدهم لا تدري إلا وهو يرفع يديه إلى ربه أن يمهله الله عز وجل، أن يمهله الله ليعمل صالحا، ليعمل القربات، ليعمل الطاعات. إذن الآن بادر، لا تنتظر أن يأخذك الله عز وجل على بغتة وأنت على المعاصي. نزه سمعك عما يغضب الله. ويا أيها المدشدش، يا من أتعبت بصرك في النظر إلى المسلسلات والمحرمات، استغفر الله عز وجل، ابتعد عن هذه المعصية. أنت في أيام فاضلة، لا تمر عليك الموسم بعد الموسم وأنت ما زلت ساعة أمام مسلسل عثمان، وساعة أمام المسلسل التركي، ساعة أمام الفيلم الهندي، وساعة أمام المسلسل المصري. متى تعقل؟ أتنتظر الموت ينزل بك؟ ماذا تنتظر؟ ماذا ننتظر يا عباد الله؟ ماذا ننتظر؟ يفتح الله عز وجل لنا أبواب الرحمات ونحن ما زلنا على المعاصي والذنوب. فلنبتعد عن مثل هذه الدشوش
التي ضيعت كثيرا من البيوت هذه الدشوش وهذه المسلسلات بما ينظرون إليها من الخنا ومن العري ومن الفواحش والمنكرات، فإلى الله المشتكى. ويا أيها الشاب، يا من أرهقت نفسك بالنظر إلى التلفونات، إلى المواقع المحرمة وإلى الصور العارية، ارحم نفسك من غضب الله عز وجل، ارحم نفسك مما أنت فيه. تضيع شبابك الذي هو أعز ما تملك والذي هو أول ما تسأل عليه يوم القيامة. جاء عند الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه يا أيها الشاب، وعن شبابه فيما أبلاه، فيما ضيعت وقتك، فيما قلبت بصرك، فيما ارتكبت بيدك. بعضهم ضيع نفسه بالعادة السرية حتى هلك شبابه، وحتى ذبلت أيامه، وحتى صار لا يستطيع على الزواج بسبب أنه ضيع نفسه. تب إلى ربك عز وجل، ها أنت في أيام فاضلة، الله عز وجل يفتح لك أبواب التوبة. أين نحن من التوبة إلى ربنا عز وجل من كل هذه الذنوب والمعاصي ومن غيرها.